من البديهي أن وجود أي حرفة يدوية أو صناعة شعبية في بلد ما دليل مادي وملموس على أصالة ذلك البلد وعمق جذوره الحضارية، وأهم ما يميز عاداته وتقاليده التي صاغتها أيادي الحرفيين أرباب الصناعات الشعبية والتراثية. الحاج محمود خضير النجار تولد 1937. يابا هذه المهنة هذه تراثية مال أبانا وأجدادنا، تلقيناها من الآباء والأجداد. أنا بالنسبة لي بديت بهاي المهنة من سنة 1950، صار 64 سنة. ففي ذاك الوقت بدايتنا كنا نصنع الرقة، ونصنع الفدان، ونصنع المغزل، ونصنع المرواح، ونصنع الدوسة، ونصنع ربد الفاس مال الحطب، فإلى آخره. هاي مواد الفلاحية مثل ما قال، والربد والدوسة والمسحاء. قبل ماكو كانت كراكة، استيراد ماكو، كله صنع محلي نشتغله بدي أنا. ما تندثر بس الاستيراد أثر عليها هواية، والاستيراد مو ناجح. الصنع المحلي، هذا الصنع المحلي صنع بالصل بالبلد. فهذا أنت لما تستورد حاجة من الخارج، هذه المبالغ مالها كلها راح طلعت. لكن لما تشتغل صنع محلي، هذا الصنع المحلي يتداور عندك وعندي وعند المشتري وعند البايع وعند المستهلك، هذا كله داخل له. فهذا الاستيراد، البضاعة لما تستوردها وتنطي فلوسها، الفلوس راحت، وماكو مثل الصنع المحلي. يعني هسه بالوقت الحاضر المعامل مالنا معطلة، المكاين معطلة، والله شنو كله استيراد استيراد استيراد. شنو يعني الاستيراد؟ هو ايش بينا احنا ما نستورد ما نصنع؟ بعدنا بينا حيل مثل ما قال. الصناعات التراثية والحرف اليدوية لها تسويقها والعمل على تطويرها، بما تمثله من موروث حضاري وتراثي، وما تحققه من إيرادات اقتصادية مهمة، وتشغيل للأيدي العاملة، ومكافحة البطالة. ولعل العراق من الدول التي تمتاز بتنوع وتعدد تلك الصناعات المهمة الفلكلورية، بالإضافة إلى المهارة النوعية التي يمتاز بها العاملون في هذا القطاع. هاي المهنة تعلمتها من أبويا، تخرجت من الكلية وبديت أشتغل ويا أبويا، وزاورت هاي المهنة من 2007 ولحد يومنا هذا، والحمد لله والشكر. مهنة يعني مكفيتنا ومتواصلين بها وخير من الله. فالحج قديم بهاي المهنة، يعني مو اليوم والبارحة، والعالم كلها من كل المناطق ترجع لهنا وتجي يم أبو علي. والله هم يعني شغلتهم مضبوطة، والعالم كلها من كل المناطق تجيهم. بالنسبة لمهنة الحج مهنة قديمة وحرفية، أحسن من الاستيراد. هسه يجي وناس هواي تتعنى له وتجي. كبر الحجي بالوقت الحاضر ابنه استلم المهنة، لأن شغلتهم وراثية أبا عن جد، من الأب للابن، من ابنه لابنه، يعني شغلتهم مثل ما يقول ونظيفة، والعالم تتعنى لهم من كافة المناطق. الحرف اليدوية سر يكمن في قلب كل العاملين من خلال حبهم للمهنة، أم أن توارثهم ذلك عبر آبائهم وأجدادهم، فوجدوا أنفسهم هكذا وهم مجبرون للتواصل فيها رغم الظروف المعيشية الصعبة. من قلب بعقوبة، مروان عدنان، صباح ديالة.